قصيدة بعنوان في ذكراه عاد الحزن. في الذكرى السنوية 7 لاستشهاد الشهيد علي محمد حسن زيد النوبي الذي استشهد على أيادي غادرة وجبانه وفي موقف يدينه ويستنكره الجميع. كتب كلماتها الشاعر المعروف أبو خليفة عبد العزيز النوبي. تم التسجيل برعاية الأخ محمد ناجي علي النوبي والأخ محمد علي حاج النوبي والأخ محمد صالح أحمد النوبي وماجد مجاهد علي النوبي. تسجيلات الكونية. يلا يا من الملك لك أترجاك وأنا أسألك ترحم من طلب رحمتك وطوف فيه فيما نزل. يا عالم مدى حزننا في مقتل ولد عمنا لنفدى من دمنا وزايد الشهيد البطل. في ذكرى عاد الحزن وبكى نوبة واليمن كنا يومنا اندفن والجرح الجمع قد شمل. اليوم السنة 7 من يوم كانت الفاجعة وعيون الجمع دمعة وتوقف جميع الأمل. حراق فرقته قلب أبوه وأمه وأخوته يحزنوه وأولاد محمد وأخوه لمال الفراق احتمل. والأسرة جمع كاملة في أحزان متواصلة من يوم اليد القاتلة عبات بالوعد وصل. في سابق ومال المهيل ما يرضى غير الرذيل كيف اعزل ويصبح قتيل في موقفه هز الجبل. لا يحمل أي سلاح يستعمل لهذا الجراح معروف بالرضا والصلاح ما تلقى مثيله مثل. كل أصحابنا فاهمين اللي في اليسار واليمين إن العمد واضح مبين إن المقدشي قد قتل. والعقال ولا البلاد واهل المعرفة والرشاد يجونا بيوم الحداد للتوقيف فيما حصل. يوم جوب البنادق أمان واعطونا الوجه والضمان تسليم من قتل عدو خان للمقتل يكون البديل. للإصلاح يا سلموه قالوا للقضاء يمثلوه والعدل الذي يرتضوه مقاله تعالى وجل. والكل ارتضى بالقضاء والقانون زي فرضا الحاضر وفيما مضى معروف الجزاء بالمثل. قانون القصص بالقصص رميان من قتل بالرصاص ما له غير هذا مناص يستاهل جزاء ما فعل. والدم البري ما يضيع والله العليم السميع لو يفنى الرجال الجميع لبد القضاء بالدبل. نتمنى من أهل البلاد يبقى الكل موقف حياد لله والنبي الانقياد والشرع العظيم الأجل. أنساب وقربا كلنا لا فارقه أبد بيننا واللي قد قتل مننا يقتل مثل ما قد قتل. والخاتم الصلاة والسلام المختار خير الأنام والصحب الجميع الكرام ما مزن السحابة حمل.